حد شعرين عيد مميز في كنيستنا الأرثوذكسية. يتميز بالألحان المفرحة اللي احنا بنقولها على مدار اليوم. شعب الكنيسة كله بيقول ألحان كتير على مدار اليوم، زي لحن الجالس فوق الشاروبيم، وألحان كتيرة جدا ليها نفس الطابع الفرايح. كلمة شعانين جاية من كلمة هوشعنا، هوشعنا يعني خلصنا. الشعب كله كان بيهتف للمسيح بنفس واحد ويقول له خلصنا يا ابن داود، خلصنا يا مسيح. كانوا بيرسخ فينا نقطة اللي احنا لو عايزين نطلب حاجة من المسيح لازم نبتديها بالصراخ، لازم نبتديها بالصلاة. لو عايز المسيح يخلصك من خطية، ينقي قلبك، لازم تصرخ له. بس للأسف الشعب ده في الآخر كان بيدور على المسيح اللي هو ملك أرضي مش ملك سماوي. فعلشان كده لما صرخ له وقال له يا يسوع المسيح خلصنا، كان هدفه اللي هو يخلصه من الرومان، لكن ما كانش هدفه الخلاص اللي احنا كلنا عايزينه. عشان كده الشعب ده في الآخر هو نفس الشعب اللي قال له اصلبوه اصلبوه. دخول المسيح على اورشليم، دخل المسيح في موكب ملوكي، موكب النصرة. المسيح ملك كانش زي الملوك الأرضية، دخل بدون حراسة وكان راكبا على جحش. قال في إنجيل معلمنا متى وهذا ملكك يأتيكي وديعا راكبا على جحش وأتانا من جحش. بعد دخول المسيح على اورشليم الشعب كله قام بخلع الثياب ووضعه أمام المسيح. خلع الثياب ده يدل على إن احنا نخلع الرياء ونخلع الخطية ونرميها قدام المسيح، والمسيح هو اللي يتصرف فيها. ولازم نخلع الانسان العتيق اللي هو ونلبس انسان جديد اللي هو في المسيح. والمسيح هو لؤلؤه، لازم نبيع كل حاجه عشان نشتريها، زي ما قال بولس الرسول لكورنثوس الثانيه مستأثرين كل فكر الى طاقه المسيح. كما قال بولس الرسول في رسالته الى فيليبي خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه كي اربح المسيح. رفع بخور عشيه يوم حد الشعانين، دي بتبقى يوم السبت بالليل، وحد الشعانين يعتبر من اعياد السيديه الكبرى. رفع بخور باكر يوم حد الشعانين، وبتقال فيها كاهن بيقول فيها لحن بنوت العنان. وبعد كده بتتعمل دورة الصليب اللي بيتقري فيها 12 إنجيل. وفي الآخر بعد القداس بيتصلى صلاة الجناز، عشان لو أي حد مات في أسبوع الآلام بيتصلاش عليه، بيترش من مية الجناز إن لم يحضر صلاة الجناز. إذا لو حضر صلاة الجناز بيترش عليها مية وبتروح مدافع.